السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كعب الغزال غنوجدوه إن شاء الله بدون عجين كيف ما طلبتوا مني. وصفة اللي رائعة جدا، كيجي لذيذ بزاف، إن شاء الله غتجربوه وغادي يعجبكم. وغنشارك معكم حتى الخروب، يعني وخا فايزة شاركت معكم الطريقة ديال التحضير ديالو. مهم أنا شنو كندير، تنغسلو تنزول ليه النواة ديالو وكنشفوه في الفران، ما نفوتش درجة الحرارة ديال 110 او الا كثرتو 120 حتى كينشف تماما كيولي مقرمش. عاد كنطحنو كنطحنو عدة مرات حتى كيتطحن مزيان وخصو يتغربل هكذا كيولي عندكم رطب. المهم في الترموميكس راه طحنو مزيان، انا طحنته على شي 3 المرات حتى حصلت على النتيجة اللي بغيت. من الأحسن نديرو غير كمية صغيرة في الطحين باش تحصلوا على النتيجة زوينة وصافي، وكتحتفظوا به كيبقى لكم مدة طويلة لأنه نشفناه في الفران. هذه هي النتيجة، شفتوا كيفاش طحن بزاف. صافي انا درتو هنا في هاد القرعه وغادا ناخذ منه الكميه اللي بغيت بالنسبه للوصفه. دابا غادا نطحن اللوز اللي بطبيعه الحال قشرته من قبل، ضروري يكون مقشر لهاد الوصفه هذه، وغنبدا نطحن بشويه بشويه باش يتطحن لي مزيان حتى نحصل على النتيجه اللي بغيت بدون ما نحتاج نزيد السكر. صافي شفتوه حتى كيولي هكذا كنقدروا نشكلوا منه حلوه، يعني نشكلوا منه كتجمعوه كيتجمع ليكم. هنا عندي واحد 200 غرام ديال اللوز اللي محمص، محمص وغادا نطحنو حتى يولي على شكل زبده. ومن بعد عاد غنزيد ليه شفتوه هنا صافي حصلت على زبده تقريبا ديال اللوز اللي غنعوض بها الزبده. وغادا نزيد واحد 300 غرام ديال التمر، ونعاود نطحن كل شيء حتى كيولي شفتو على شكل عجين. وهذا هو اللي غيعلك ليا هاد العجينه هادي باش يجيني معلك. دابا الا بغيتو ممكن تزيدوا في كميه التمر، ممكن تمشيو حتى ل 400 غرام الا كتبغوا الحلاوه بزاف. هو تيجي حلو ولكن القياس، اللي كيبغي الحلاوه بزاف ممكن يزيد كميه التمر. صافي ودابا غادا نعجن مزيان هذا الخليط هذا، ومن بعد غنزيد ليه النكهات. بالنسبه للنكهات كتبقى على حسب الذوق ديالكم، نكهوه باش ما بغيتو. وحتى الشكل راه ماشي ديروه على شكل، ماشي ضروري ديروا على شكل كعب الغزال، ممكن ديروا غريبه، ممكن ديروا اللي بغيتي اللي بغيتو. يعني الاهم هو هاد الخلطه هذه ديال هاد العجين ديال اللوز هو اللي مهم. ممكن انكم تشكلوها هكذا ديروها في واحد البواطه تسدوا عليها مزيان وتخليوها حتى الوقت اللي بغيتو وتوجدوها. انا غادا نكهها اليوم بالبرتقال، ممكن ديروا حتى الحامض الا كيعجبكم، ديروا الفاني اللي بغيتو. غادا نزيد واحد القبيصه ديال الملح باش يجي واحد التوازن في المذاق. و غنزيد انايا الخروب، ممكن ديروا الكاكاو ما بغيتوش ديروا الخروب. انا درت 4 ديال المعالق، ولكن الخروب خص يكون بجوده زوينه، راه كاين شي خروب اللي ما كيكونش زوين. هذا اللي كيكون موجود في الدار دائما كيكون زوين، خاصه هذا اللي درتو ليه الطريقه اللي شاركت معاكم. تاكدوا بانه راه ناشف مزيان باش ما يخسرش ليكم وما يخسرش لكم الوصفه. درت 4 ديال المعالق. وهنا واحد البرتقاله خديت العصير ديالها وبشرط يعني القشره ديالها. كتاخدوا غير بطبيعه الحال داك اللون البرتقالي، يعني لو زيست، ما ديروش لو زيست باش ما يجيكمش مر. صافي وكنعجن. ممكن هاد الوصفه تزيدوا فيها ما زهر الا بغيتو، راه كيتواسى مع البرتقال. صافي. والخروب الا ما بغيتوش ديروه في الوصفه ممكن تستغنوا عليه، يعني ماشي ضروري، ممكن ما ديروش بالمره في الوصفه. صافي غادا نعجن مزيان وكيضيف واحد المذاق. وعاد نزيدو صافي. ودرت واحد الكرسي وجلست باش نكمل هاد الكميه ديالي على خاطري. كنتفرج حتى في سواعد الاخاء، اللي ما تفرج فيها يتفرج فيها، راه زوينه بزاف بزاف. دائما انا عندي عاده كل رمضان كنتبعها من سنين هذه. صافي. ودابا غنشكلهم انا على شكل كعب الغزال. نتوما ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو، يعني ماشي ضروري. ممكن هاد الكيلو تقسموا، ولا درتو نص كيلو ممكن ديروا غير نص المقادير او ربع المقادير، ماشي ضروري ديروا كيلو. انا هاد الوصفه هادي عارفه غتعجب حتى الدراري الصغار فدرت منها بزاف
وزدت ليها حتى الشكلاط باش يبغيو باش يعجبهم. المهم هاد الوصفه هذه ولدي قال لي بحالي ماشي ما تقوليش صحيه، قال لي راه يعني بحالي ماشي. المهم جاتو زوينه بزاف باش تكون صحيه. يعني ما بينش بان قال لي عوضتي الزبده الزبده ديال اللوز. ما بينش قال لي بالمره بان فيها التمر. على كل حيت التمر تطحن مزيان يعني كيعلك ليا هاد الحلوه هادي. صافي. وبالنسبه لطريقه الطهي علاش دابا راه ممكن ما نطيبوهاش ونغطسوها هكا في الكاوكاو في الشوكولاط وصافي، ولكن انا غنطيبها باش تصبر ليا لانه وجدتها دابا خصها تبقى مزيانه، لان هادشي انا ما غاديش نضيعوه ان شاء الله نخليوه للعيد. فباش تصبر ليا من هنا للعيد خاصها ضروري تنشف في الفران وتتعقب. فغندخلها درجه الحراره ما تفوتوش 160، غير تنشف واحد شويه تبان لكم بياضت وشويه تحمرت واحد شويه من التحت، يعني بحال كعب الغزال تماما. وكتخرجوها صافي تخليوها تتبرد وعاد دوزوها في الشكلاط. هاد الشكلاط هذا راه فيه 80% ديال يعني المكونات ديالو فيه 3، فيه 80% ديال الكاكاو، وفي ما تبقى سكر ديال القصب، ديال القصب السكر، وزبدة الكاكاو. يعني هادشي اللي فيه مجهد شويه بزاف، يعني اللي ما كيعجبوش. انا عارفه بان حتى الوليدات ديال العائله اللي غنتلاقى معاهم في العيد ان شاء الله عارفاهم بانهم مولفين شوكولاط. حنا ما كنشريوش هذاك الشوكولاط الاخر، مولفين هذا. فعارفه بان غيعجبهم داكشي باش توكلت على الله. ومعروف الخليط ديال البرتقال والشوكولاط هذا، يعني اللي كيعجبوا هاد المذاقات بطبيعه الحال. الا ما كيعجبكمش ممكن ديروا الفاني شوكولاط، يعني تنسموا كعب الغزال بالفاني او مزهر بوحدو الا ما كيبغيتوش ديروا يعني البرتقال. صافي. المهم انا نغطسهم في الشوكولاط. هاد التقنيه ديال النص تذوبوه النص ديروه بارد باش هكا يعني ما تحتاجوش انكم ديروا هاد الكعبه في الثلاجه باش تجمد ليكم، يعني الشوكولاط كيجمد غير بوحدو ما كيبقاش يذوب. لان هذه الشوكولا حقيقيه ما فيهاش حتى كثره المكونات، كنشريها بالكيلو هذه. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل كل شيء الكميه اللي عندي. هانتوما انا نقطع لكم وحيده ونوريكم كيفاش دايره من الداخل. فطوره كتجي زوينه بزاف 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 بزاف، واخا صحيه لذيذه. واخا الصحي مسكين عنده سمعه خيبه، ولكن راه ممكن يكون زوين. خصنا نفكروا مزيان في المكونات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.